ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، ازيكم اصحابي، حبايبي، اخواتي، عاملين ايه؟ طبعت لي مغير اللوك كده، تحس ان انا خارج ولا حاجه. لا يعني دي اول مره اعملها الصراحه. البس قميص، لا وقميص من فوق بقى ومتشيك وحاطط الاستيك كده، ومن تحت لابس بنطقول او بنطقور حاجه مش عارف اسمه ايه. النهارده ان شاء الله بمناسبه ان رمضان، شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ربنا ينال عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه ان شاء الله باذن الله. النهارده ترند بقى في رمضان. في رمضان هنعمل ان شاء الله الاجواء الرمضانيه. يعتبر عملته يجي من سنه، بس كان مقارنه بين بلدين، بس كان مصر والمغرب. دلوقتي دخل معانا تونس والجزائر، وهيبقى في زي تحديثات برضو في مصر والمغرب داخلين معايا فيديوهات جديده وحاجات افكار جديده الصراحه. بس كده اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، تعملوا لايك شير سبسكرايب و الفيديو ده شكلي بقى هيطول، يخش له في 20 دقيقه حاجه زي كده، بس يلا ربنا معانا. والفيديو ده يبقى فيه صوت، انا طبعا مش هتكلم مش هعلق، فاستمتع مع اسأل أي حد عربي مغترب بره بلده إيه أكتر شهر نفسك فيه تكون في بلدك، هيقولك شهر رمضان. أنا بالنسبة لي شهر رمضان من أكتر الشهور اللي فعلا بحس فيها بغربة، وبحس إن مصر وحشاني. What's happening tomorrow? Egypt! ده يا جماعه يوتيوبر مصري عايش في انجلترا، عشان برضو محدش يقول انت جايب فيديو اليوتيوبر مش عارف ايه، والله هو ده لقيته، والباقيين مش اليوتيوبر يعني. فكله الفيديو تلاقيه متصور بطريقه مختلفه، عشان محدش يقول لي انت مميز بلدك جايب فيديو احلى وكده والكلام العبيط ده. بس والله العظيم بلاقي احلى فيديو وخلاص كده ونكمل يلا. والله في رمضان يعني بتبقى خير كتير قوي قوي قوي. الناس بتصلي والناس وشهر كريم، والناس بتحب بعض وبتقرب على بعض يعني، وده بيتعزم عند ده، حاجه جميله كده يعني متعودين عليها من صغرنا. في رمضان بيبقى الخير كتير قوي، في الشوارع، في البيوت، في اي حته تمشي تلاقي خير كتير قوي في رمضان بالذات. الزينة والألوان والأنوار والفرحة اللي موجودة في شوارع مصر اللي بتحسسك إن رمضان فعلا جه. الشباب دي شكلها كده بتعلق الزينة. يا رجالة، ايه اخبار الزينة؟ ها؟ زي الفل. شد يا عمر. عندنا بقى يا جماعه الزينه في رمضان دي انواع واشكال. في مثلا زي كده اللمض، بس اللمض مش كتيره دلوقتي اللمض دي يعني. دلوقتي في زينه اللي هي الورق كده زي شراشيب كده وبتعمل صوت كده جميل. مش عارف ممكن اصور لكم بس انا قافل الشباك، لو فتحت الشباك الصوت هيبدا يظهر. بس فدي من العادات التقليد الجميله الصراحه يعني. كل شارع في مصر الناس بتحتفل بطريقه مختلفه، يعني تحس ان كل شارع كده بيبقى متزين بطريقه خاصه. هنا في الحدائق الشباب قرروا ان هم يعملوا حاجه في رمضان ده مختلف. فكره تزيين الحاره دي بقى كانت فكره لؤي. جات لك منين بقى فكرة ان انت تعمل حارة ازرق واشكال والوان ورسومات؟ انا اصلا متزوج من المغرب، وكنت مقيم هناك فتره يعني. تمام. يا محلى هذه الزواجات، زواجات الدبلوماسيه يعني شباب، زواجات تقارب الشعوب. انا سمعت هناك عن مدينه اسمها شفشاون، دي موحده الالوان، فانا الفكره عجبتني. والله كنت لسه هقولها يعني، بس قلت مش نفس شفشاون هي اللون الازرق ده. بس طبعا يعني مش مدينه مطليه، لا يعتبر الشارع اللي هو قاعد فيه، بس شكلها جميل جدا يعني. انا عارف ان هنا عندنا في النوبه برضو بيعملوا ديزاينات جميله جدا. ده هو في النوبه عندنا برضو في ده ابني، ده انت في النوبه. ده النوبه بقى مش ازرق زي شفشاون، النوبه الوان. النوبه دي يا جماعه ممكن تشوفوا فيديوهات، او ممكن اعمل لكم مثلا مقارنات عن المدن الغريبه او المختلفه في البلاد العربيه. ممكن نجيب النوبه في اسوان ونجيب معاهم شفشاون اللي ما اتفرجش ومش عارفها، ومدن تانية. النوبه الصراحه
فظيعه. النوبه دي بقى الوان حرفيا، مثلثات وحاجات كده، حاجات بسيطه بس مديها شكل فظيع. فانت قلت يعني السنه دي بقى الزينه تبقى الوان. الزينه تبقى الوان، وبعدين بقى نحافظ عليها يعني تقعد معانا فتره، والموضوع عجب الناس جدا جدا. ويعني نزل رئيس الحي وعضو مجلس الشعب، والناس هنا بقى عندنا زوار كتير، يعني اتقلب مزار سياحي. كده خلصنا الفيديو بتاعه. طبعا الفيديو مش كامل، ما كملتوش لان الفيديو كبير قوي، فعشان الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده ما يكبرش، فهناخد ايه جزء حلو كده كبير مش صغير من كل فيديو. ودلوقتي نشوف رمضان في الجزائر. طبعا الفيديو ده برضو فيه مزيكا بس من غير كلام، من غير شرح يعني. طبعا انتوا شايفين المفرقعات او الالعاب الناريه، عندنا بنقول بومب وصواريخ، فموجوده هي في الجزائر. اجواء الصراحه جميله جدا. وعلى فكره بيبقى في اجواء متشابهه كتير قوي بين الدول العربيه وبين بعض يعني. اعتقد كلنا عندنا الزينه مثلا، وفي حلويات معينه ومشروبات معينه بنشربها في رمضان بس، يعني حاجه زي التمر الهندي عندنا في مصر مثلا. حاجه زي التمر الهندي عندنا في مصر ما بيحلاش غير في رمضان، او تجيبه من عند عصير بتاع العصير اللي هو عصير قصب وكده. انما تجيبه بره رمضان تعمله في البيت ما بيبقاش، تحس ان هو ملوش طعم. ليه طعم؟ طعمه حلو بس ما فيهوش روح كده. انما في رمضان سبحان الله هو احلى طعم. كذلك العرق السوس لو حد برضو يعرفه. دي اعتقد المعجنات، الحاجات اللي بتتعمل بقى مش عارف الحلويات في الجزائر. اخواتي الجزائريين يا جماعه اكتبوا تحت في الكومنتات الحلويات عندكم ايه. للاسف الفيديو ده ما فيهوش كلام للاسف، ما فيهوش شرح، فانا بحاول يعني ايه اتكلم واشرح اللي انا اعرفه يعني. بس اجواء الصراحه حلوه. بص اول حته دي، بص الحته دي ده المفروض جامع. بص مره واحده كده تلاقي الدنيا ايه قفلت كده، مش عارف تقريبا عشان يوروا الانوار حاجه زي كده فيدي منظر احلى. ده جلاش اعتقد، صح؟ ده جلاش، جلاش، بس كلها جلاش محمد شريبه ما اعرفش. عندنا في رمضان زي القاهره كده، عشان ما اتذكرش في الفيديو الاولاني، قطايف وكنافه، دي حلويات. بس ده الاكل ده اعتقد دي بسله وفراخ. اعتقد رمضان مش مشهور اكتر بالاكلات المتنوعه عكس الحلويات العصاير. عندنا في مصر زي ما قلت لكم العصاير هي الرصوص والتمر، والحلويات القطايف والكنافه. اعتقد كل بلد كده حلويات ايه ما بتحلاش غير في رمضان سبحان الله. اعتقد برضو من الحلويات دي، اعتقد ده صلصه، اكلات معينه يعني. طبعا إقامة الصلاة حاجة مهمة جدا. صلوا يا جماعة، الحمد لله رمضان ده لحد دلوقتي مصلي وما بطلتش فرض، فصلوا زي كده. صراحة مرتاح الضمير كده، تحس ان انا عامل اللي عليا الصراحة. الحمد لله، ربنا يثبتني يا رب ويثبتكم ان شاء الله بإذن الله. دي اعتقد مش عارف دي بقى حلويات بس في فلفل، فلفل ده حوادق، بس في حلويات متعرفش دي حلويات ولا حوادق. لسه البيوت بتعمل اكل. دي الحلويات بقى، بس اعتقد دي بسبوسه زي عندنا عادي، ما على ما اعتقد هي تبقى نفس الشكل كده. وللاسف برضو رمضان ده زي ما انا عامل الصلاه بصلي برضو عامل ريجيم ودايت، فصراحه رمضان ده مختلف خالص عن رمضانات اللي فاتت يعني. بصوا تعرفوا ايه من خدودي اللي قلت يبقى انا كده خسيت. دي البسبوسه زي ما قلت لكم. شعب بقى في الجزائر كده الحاجات دي برضو نادره وكده وبتاع، ولا بتعمل عادي طول الشهر؟ طبعا المونة، طبعا الاكل والشرب. دي بقى الايه بقى، دي اعتقد دي حلويات بس ما اعتقدش انها طويله كده، ما عندناش كده. ممكن عندنا بلح الشام، اسمه بلح الشام مسكر كده اتحط عليه شربات. اعتقد ده مختلف هنا في الجزائر صراحه. اجواء جميله جدا الصراحه. بس ايه يعني في كده الاغنيه اللي تابع اللايف هيعرف قلت ايه. رمضان في مصر حاجه اغنيه بتاع حسين الجسمي. خش على رمضان في تونس.
قبل ما نبدا انا شفت كذا فيديو يا جماعه وانا بسرش كده على الفيديوهات الفيديوهات عن رمضان في تونس، لقيت فيديو في كذا فيديو بيقول ان في تونس دلوقتي الناس بقت بتفطر كتير او مش بتصوم. ناس كتير يعني المقاهي والقهاوي والحاجات دي في اغلبيه البلاد زي عندنا بتفتح بالليل وقت الفطار وكده وبتاع، انما في تونس بيفتحوا بالنهار وفي ناس كتير بتفطر. مش عارف بقى هل ده حقيقي ولا بجد، ولو بجد يعني ربنا يهدي اللي بيعمل كده يعني، بس طبعا ما اقصرش التعميم طبعا يعني. تعود عديد من العادات والتقاليد التي غابت عن الشارع والمجتمع التونسي طيلة 11 شهرا لتتصدر المشهد ثانية. مش عارف ده اسمه مشبك عندنا، ده مشبك معرفش هو بس شبهه يعني طعمه حلويات. رمضان ده حلويات وانتخى وواحد يملى 10 كيلو كده يتخن 10 عادات وإن قلت نتيجة أسباب عدة فتبقى سمة التونسيين طوال هذا الشهر الفضيل. البداية تكون بالاستعدادات الحثيثة التي تميز هذا الشهر الكريم عن غيره، حيث تنشط الأسواق التي تفوح بمزيج مدهش من روائح التوابل والحبوب والقهوة، وتنتعش حركة التجارة ويتضاعف الاستهلاك أكثر من مرتين، حتى أن الأسواق تبدأ بتسجيل نقص في بعض المواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع حركة الشراء. وتشهد أسواق تونس رواجاً وإقبالاً كبيراً، حيث يعرض الباعة كل ما يحتاجه التونسيون خلال رمضان من التوابل والتمور والفواكه الجافة لصناعة ألذ المأكولات التي يشتهر بها المطبخ التونسي، كما يكثر الإقبال على أنواع معينة من الأواني التي تستعمل بشكل كبير خلال رمضان كأواني حساء الشوربة وأطباق الحلوى والعصائر. وتنتشر البسطات التجارية التي تبيع لوازم رمضان مثل المفارش وأغطية السفرة والقدور والطواجن والخبز التقليدي. لحد دلوقتي بقى شايف كله حلويات يعني فاهمني، زي عندنا برضه الدنيا حلويات ضربه خالص. والاكل المملح عندنا بنعمل الاكلات اللي احنا بنعملها طول السنه، بس لازم اول يوم ده في مصر معروف ايه محشي. احنا بقى عملناه تاني يوم، عندنا في البيت يعني تاني يوم المحشي ده فظيع. تتصدر المائدة في كل البيوت وبصفة يومية، وهو عبارة عن نوع من الفطائر كبيرة الحجم تحشى بالدجاج أو اللحم في مختلف المناطق مع إضافة البقدونس والأجبان والبصل. وبعد تناول البريك يأتي دور الحساء، وخاصة حساء الفريك باللحم أو الدجاج، ثم تأتي الأطباق الأساسية الأخرى من الخضروات واللحوم المختلفة والتي تطبخ في تونس عادة بزيت الزيتون. أجواء يا جماعة كلها فيها ألفة، بص وكله بيعزم تاني، بيعزم قرايبه بيعزم صحابه فاهمني، تجمعات حاجات كده حلوة أوي. المقاهي التي تتحول إلى ملتقى العائلات والأصدقاء، ويفضل معظم التونسيين الذهاب لهذه الحفلات على البقاء في البيت، فهي تريحهم من تعب النهار. وخلال هذا الشهر خاصة في ليلة 27 منه تقام مواكب الخطبة بالنسبة للفتيات وتقديم الهدايا للعروس، كما تنقش العروس الجديدة يديها ورجليها بالحناء، وتقام حفلات ختان الأطفال في هذه الليلة الكريمة تيمنا بها. وللجانب الروحي مكان أيضا في عادات التونسيين في هذا الشهر الفضيل، حيث تزدهر حلقات تحفيظ القرآن ومجالس الذكر والوعظ الديني والمحاضرات والمسابقات الدينية طوال ليالي وأيام الشهر الكريم، وتصدح المآذن بتلاوات خاشعة للقرآن. شهر العبادة والصلاة، صلوا يعني إن شاء الله ربنا يثبتني ويثبتكم. أهم طبعا من كل ده طبعا يعني الحلويات حلوة برضه الحلويات حلوة برضه. نخش دلوقتي على آخر فيديو معانا ورمضان في المغرب. شهر رمضان الفضيل أو سيدنا رمضان كما يحلو للمغاربة تسميته، وإن كانت له مكانة متميزة في كل الدول العربية والإسلامية، إلا أنه يتميز بطقوس وأجواء خاصة بالمغرب تؤكد المكانة الكبيرة لهذا الشهر في نفوس المغاربة، حيث تبدأ الاستعدادات شهرين قبل حلوله بتبضع لوازم البيت من أوان ومواد غذائية وتوابل وغيرها،
لإعداد الوجبات والأكلات الرمضانية التي ينفرد بها المغرب عن باقي الدول. الجميل في المغرب انه المغرب دائما عندهم استعداد بخصوص المائدة رمضان عندها واحد الخصوصية. كاين تيوجد الشباكية، كاين تيوجد يعني واحد التقيوتات كي نقول يعني بخصوص احتفال بشهر رمضان. هذا شيء ايجابي، وايضا تنظيف واعداد جيد لهذه المناسبة الرمضانية، لانه شهر كريم وعنده واحد الدلالة واحد القيمة في نفوس جميع المغاربة. وفي أجواء تختلط فيها الفرح بالسكينة ونقاء النفس وتكريس العادات والتقاليد الدينية، تحرص الأسر المغربية على الاستعداد النفسي والمادي لهذا الشهر الكريم، وذلك ضمن طقوس أخرى كتنظيف فضاءات المنازل كمؤشر على المكانة الرفيعة لشهر الصيام في نفوس المغاربة. انا شايف برضو حلويات. اعتقد الحلويات يعني اعتقد اي حد يعني اي بلد من دول او اي بلد بيتفرج عليها يكتب الحلويات ايه المشهوره في بلده. عندنا القطايف والكنافه، احنا شايف برضو بلح وشايف مغات وحاجات كده، الصراحه بتبقى فظيعه يعني. والحليب وكثير اساسيه وضروريه في المائده ديال الفطور ديالنا. وطبعا كيجي معها الشباكيه والتمر والبيض، هذه مسائل ضروريه. الحريره المعروف ان اي اسره مغربيه ولا اي بيت مغربي ما كتقطعش في شهر رمضان. بالنسبه للاقبال ديال الاسواق التجاريه ولات حتى الحريره محضره ولات كتباع. يعني انتوا عندكم الحريره اول يوم، احنا عندنا المحشي اول يوم. حتى المراه المغربيه اللي ما كتقدرش انها توجد هذه الوجبه بحكم انها شويه كتبغي مجهود وكتبغي شويه الوقت، في الاسواق التجاريه الشعبيه موجوده. وللحلوى الرمضانية حضور مهم في المائدة المغربية، فهناك حلوى التمر والبغرير والسفوف، ثم الشباكية التي تبقى الأساسية في موائد الإفطار بغض النظر عن المستوى المعيشي للأسر، حيث لا يكاد يخلو منها منزل سواء في المدن أو الأرياف، باعتبارها مكملا غذائيا ومعوضا عن السكريات التي يحتاجها الجسم بعد الصيام. مائدة الإفطار في المغرب تتكون وجبة متنوعة متكاملة، تتكون من الوجبة الرئيسية اللي هي الحريرة، الرغايف، الحليب، التمر اللي هو المادة الأساسية، وعاوتاني على حسب الأسر، كل واحد شنو تيفضل في الأسرة. ومع قرب انقضاء أيام هذا الشهر تختلط مشاعر الحزن بالفرح، الحزن بفراق هذه الأيام. اتكلم في نقطة حلوة الراجل ده والله. الناس ايه بتزعل يعني؟ احنا في يا جماعة احنا في 9 رمضان دلوقتي، كل سنة وانتم طيبين. يعني انا اهلي في ست بتقول يا جماعة رمضان بيعدي كده واحنا لسه في 9 يعني، بس هو خلاص يعني هو 30 يوم بيروح، وان شاء الله السنة الجاية 30 يوم بيجوا زيهم، جمال زيهم واجمل ان شاء الله باذن الله. رمضان يا جماعة اجواء مختلفة وحاجات مختلفة، فاتمنى يا رب ان يعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة ان شاء الله باذن الله. واتمنى الفيديو يكون عاجبكم، كان مثمر كده، فيديو طويل قوي داخل تقريبا في 20 دقيقة. مش عارف الفيديوهات عماله تطول ليه، والتفاعل بتاعكم مش عارف عمال يرخم ليه، مش عارف. شكرا ليكم واتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا بقى الحركات اللي بقول لك عليها، خلاص انا عشان زهقت. ما تنسوش تعمل لايك شير سبسكرايب قلتها، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي، خش اعمل له فولو يا جدعان، وصلوا على النبي وبس كده.